إذن هذا القرآن إنما أنزله الله عز وجل وتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخرجنا الله عز به من الظلمات إلى النور. ما أنزل الله للتغني به أو لحفلات افتتاح الحفلات ولا المباريات ولا المسارح ولا حفل تخرج ولا للمآتم، لا، أنزله الله عز وجل ليتلى، ليعمل به، ليكون حجة، ليخرج الله به الناس من ظلمات الجهل إلى نور الهداية. كتاب الله شأنه أعظم ممن يتكسب به ويتغنى به. نعم، يجوز التغني به، أذن الله عز وجل بالتغني بالقرآن، يعني أن يرتل بصوت جميل، لكن لا أن يلحن بألحان الأغاني، لا أن يتكسب به، لا أن يقرأ على الأموات ويترك الأحياء، وما يحصل من مهازل حفلات، حتى أن بعضهم تدخين وحشيش والله الله أصوات يطرقون رؤوسهم ولا يعرفون هذا القرآن ماذا قال الله فيه. المهم ماذا؟ الصوت والتنغيم، وتجدهم ايش؟ ربما سهروا عليه طربا للصوت، يمكن بعضهم حتى الصلاة لا يصلي، بعضهم يسمعه محشش. هذا موجود أو ليس موجود؟ موجود. وبعضهم يتكسب، يعني يقرأ بالمآتم والحفلات والمناسبات بمقابل، وهذا كنا نسمع به عند بعض الناس في بعض البلاد، تسرب إلينا بعد ذلك ولا لا؟ صار هذا القارئ يستدعى ويستضاف ويعمل له إعلان، وسيصلي العشاء فلان، المغرب واحد والعشاء واحد، تجميع الناس على الأصوات، ويأخذ مقابل، وسيارة تذهب به وسيارة ترجعه، ويسكن فندق ويعطونا الفلوس الملانية، ومن رمضان لرمضان. هذا ما كنا نسمع به. نعرف أنه في بعض البلاد تسرب إلينا وصار له دعايات وإعلانات، وصار له رواده، وصار له مدرسته، وتجد أحدهم اليوم يقرأ وغدا يغني، ويجالس الملحنين والمغنين وواضع له سماعة ويترنم. حتى بعضهم وجد يضع المكياج كمكياج النساء ويصور نفسه وسماعات وحركات، غدا ولا عامل له ماذا؟ دعاية، لأن عنده متابعين، ولا دعاية عطر ولا مطعم ولا أكل ولا حلويات. هكذا. لهذا أنزل الله القرآن. هل لهذا أنزل الله القرآن؟ لا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات الله عز وجل لتكون حجة للاستشفاء بها، للاتعاظ بها، لامتثال أوامرها، لاجتناب نواهيها، مش للتكسب والأصوات. تنافسون، شلون الله يرحم حالي، شوف هذا كم أتباع، شوف هذا بكم ليلته، شوف هذا استضاف من بلد إلى بلد، ويعني هذا نص نص يعطون فلان، لا هذا الأشهر يعطى أكثر. صار في تنافسات، لعب على القرآن، صار في مكياج، صار فيها دروس، صار في جو نسائي، صار يتكلمون بطريقة فيها ميوعة. هذا لعب في القرآن. طبعا يزعجهم هذا الكلام، يزعجهم هذا الكلام جدا. حتى بعضهم إذا نصح أبغضك، تكسر سوق أنت، والله الذي لا إله إلا هو. هذه رزقتهم الحين، هذه شهرتهم، هذا المكياج والتلمع والأصوات والكاميرات والسماعات والترنم والترقص والاستضافات والفنادق. جاي تقول لي شغلك غلط؟ إنا لله وإنا راجعون. ما يحبوا الناصحين،
وللشيخ الفوزان الله يحفظه ويبارك فيه يحسن الخاتمة قال هذا من الرياء، هذا من الرياء، وأكد عليها. صلي يحط له الكاميرا قدامه يضبط ومش عارف ايش وكذا وكذا. شنو هذا يا أخي؟ صل لله عز وجل مو للكاميرات. وتجد يعملون زحمة في بعض المناطق في رمضان من كثر السيارات والازدحام. لماذا؟ لأنهم مستضيفين القارئ الفلاني والقارئ الفلاني. وتجد الناس ينصرفون عن مساجدهم إلى أين؟ إلى المسجد الفلاني اللي فيه إيش؟ الضيف الفلاني. هذا كله فساد، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، هذا كله تكسب. وفرصتهم بعد إذا كان الحضور كبير وقارئ مشهور أن تجمع التبرعات في الليلة الفلانية، لأن إيش؟ الضيف المحاضر فلان والقارئ فلان، ورقق قلوبهم وخذ ما في جيوبهم. كل هذا لو نسوه فإن الله أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. كلام مؤلم لكن هذه حقيقة. لذلك ما يعجبهم هذا الكلام يعادونك عاد، يطلعون فيك كل عذاريب.